بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي التونسيين، السلام عليكم ورحمة الله. توا مدة وثم العديد من الأحداث اللي تمر بها بلادنا، فيها الواضح وفيها الغير واضح. ثم اللي الشعب فاهم منه، وثم اللي ماهوش مفهوم ومش واضح، مش معروف علاش صار وكيفاش صار. ثم كلمتين هامين نحب نشرحهم لعموم الشعب التونسي، لأن الكلمتين هذوما عندهم قيمة كبيرة في حياة الشعب التونسي في مستقبله وفي الانتخابات القادمة، اللي حسب ما يظهر أن القانون الانتخابي مازال ما حضرش، لكن العديد من الناس ومن الأحزاب بدأت تحضر في الحملة الانتخابية متاعها بالمسبق. البلاد مازالت ماهيش حتى راكحة كما ينبغي للانتخابات، هذا إذا ثم انتخابات وصارت بالفعل. في مجمل اللي صار، يعني ثم كتاب الدستور وقع، يعني نجم نقولوا اللي هي خطوة إلى الأمام، لكن منقوصة. نرجع للكلمتين اللي أنا باش نفسرهم بعد تو نواصلوا الحديث. الكلمة الأولى اللي هي الديمقراطية. الديمقراطية يفهموها الناس اللي عندهم مستوى ثقافي عالي ويدرسوا على الديمقراطية ويفهموها، هذم عندهم فهم نوعا ما للديمقراطية. لكن عموم الشعب العام بصفة عامة، اسألوا شنو الديمقراطية ما يعرفش شنو الديمقراطية. أنا باش نبسطها، خلي الشعب يفهم ايش معناها كلمة ديمقراطية كي يسمعها من عند السياسيين وعند المسؤولين اللي يتكلموا على الديمقراطية. يقولوها كلمة لكن ما هيش واضحة للناس. ديمقراطية لازم نعرفوا، ديمقراطية يفهموها الناس اللي يدخلوا للجامعات وعندهم مستوى عالي من التعليم. باش نكونوا واضحين، الديمقراطية هي في الأساس نوعية الحكم. الشعب يكون حر في اختياره شكون باش يحكم، شكون يحكم فيه. هذا المعنى الأساسي للديمقراطية. ثم خلط ما بين الحرية والديمقراطية. الديمقراطية هو شكون اللي باش يحكم. الشعب يختار بحرية شكون باش يحكم في هالبلاد. يتقدموا مشاريع من أحزاب أو من أفراد للشعب، تصير منافسة، والشعب عنده انتخابات، وفي الانتخابات عنده الحرية الكاملة من غير دمغجة ومن غير بروباغندا بتاع أي جهة كانت، حتى أنه يعني الشعب يختار اللي يعرفوا كفء وجدير أنه يحكم ويقدم به في هالبلاد هذه ويسير بها إلى الأمام، وأنه يوفر له اللي الشعب يتمنى يراه في بلاده. وما تنجم تكون ثم ديمقراطية في البلاد إلا ما تكون ثم حرية. حرية شنو معناها حرية؟ هي حرية الرأي، حرية التفكير، مش حرية الكلام. حرية الكلام فقط غير كافية، لكن حرية التفكير، الفكر. المفكرين متاع البلاد، الناس اللي عندهم مستوى كبير ويفكروا، يلزم تكون عندهم حرية في التفكير متاعهم وإبداء الرأي متاعهم، لأنه مهم في تسيير الدولة وفي حكم البلاد. اللي قاعد يصير توا في تونس ماهوش ديمقراطية. اللي يصير في تونس هو ما يسمى بالحزبقراطية.
حزبقراطيين مش ديمقراطيين، لأن الأحزاب كل حزب يحاول يجلب ويأثر على الناس بتفكيره. أنت تنشر مشروعك وتخليه للشعب باش يتم الاختيار والمنافسة تكون نزيهة ما بيناتهم، ما بين الأحزاب. هذا اللي يوصلهم للتصادم والعرك وعدم التفاهم فيما بين بعضهم، وهذا اللي وصلنا ووصل الحوار الوطني للتدخل الأجنبي حتى يفرض علينا آراء وحتى يفرض علينا ما يطلب منا أن نعملوه. ما تمش يعني هكا بين عشية وضحاها تكتب الدستور. كانت الناس تتعارك قبل بجمعة، خرج راشد الغنوشي وقال نهار 26 يحضر الدستور، حضر الدستور لأن ثم ضغط خارجي. علاش صار الضغط الخارجي؟ الناس الكل الاقتصاديين والخبراء الاقتصاديين كانوا عارفين وقالوا اللي ثم كارثة اقتصادية كبيرة في شهر فيفري باش تصير في تونس. تجنبا للكارثة هذه يلزم فلوس تدخل للبلاد، يلزم فلوس تدخل للبلاد باش العجلة الاقتصادية تدور وباش تتواصل حياة المواطن بصفة عادية، باش الماء ما يتقصش كما قال الغنوشي حل السبالة يجي الماء، انزل على الفلسة يطلع الضوء، يجيك الضوء. باش الماء ما يتقصش والضوء ما يتقصش والطرقات تتواصل والمواصلات تتواصل والحياة الاجتماعية تتواصل، أنه يلزم ننقذوا البلاد، ثم يلزم فلوس تدخل لنا. فلوس هذه باش تدخل لنا منين؟ بالقروض. ثم البنك الدولي وبنوك أخرى اللي باش يعطوا قروض لتونس. شرط من الشروط أنه استقرار سياسي يلزم يكون موجود في البلاد. ما كانش ما ثماش قروض في شهر فيفري توقف البلاد. هذا اللي كان باش يصير انقاذا للموقف هذا. الغنوشي سلم في الحكومة، ما سلمش في الحكم. في الحكومة لازم نكون واضحين. النهضة سلمت في الحكومة، تنازلت في الحكومة، تنازلت. علاش؟ لأن راشد الغنوشي إنسان ذكي وفهم أن الوزراء متاع النهضة مازال ما عندهمش الخبرة في التسيير وما عندهمش خبرة في الاقتصاد. فهمها، كان ذكي وفهم أن لا سبيل إليه، أن البلاد وصلت إلى حافة الهاوية تحت علي العرايض، وأنه يلزم ينقذ هو في نفس الوقت، نقذ الاقتصاد ونقذ النهضة. لأن إذا وصلت الكارثة الاقتصادية هذه في شهر فيفري كان باش يكون سقوط مدوي لحزب النهضة تماما، ينسوا الحكم، ينسوا حزب اسمه النهضة في تونس. كان هذا اللي كان باش يصير، لأن المواطن التونسي ما عادش يفكر فيها الجملة هذه حزب النهضة اللي كان باش يصير في الاقتصاد تاعو. هذا الأساس، وحتى واحد ما تطرق له، ولا صحافة تكلمت عليه ولا حتى واحد تكلم عليه، والناس كلها تصفق والدستور حضر، تبنى الدستور وحضر الدستور. لا، ثم أسباب اللي خلت الدستور يطلع ويحضر في الوقت ذاك، واحتفالات واستدعاءات للناس من جميع أنحاء العالم وكذا، على غير ما هو هذا الدستور هذا واضحة أموره كما ينبغي. لأن الدستور اللي تكتب، اللي عنده فكرة تحطت فيه الدستور، تحطت في الدستور. أنا نعطيكم مثال بسيط أو اثنين. المثال الأول، رئيس الدولة حسب الدستور الجديد اللي باش يتطبق في المستقبل باش يتم انتخابه مباشرة، انتخاب سري شفاف مباشر من طرف الشعب. معناها الشعب باش يختار رئيس دولته. رئيس الدولة هذا صلاحياته باش تكون محدودة أمام رئيس الحكومة اللي هو بعبارة أوضح الوزير الأول.
يعني الحكم باش يبقى في يد اقوى حزب او اقوى تكتل كما صار مع الترويكا، باش يبقى الحكم في يديهم هما بعد الانتخابات. هذه حاجة ثانية، يعني الشعب يختار رئيس دولة باش يحكم في هالبلاد، ماشي في ظنه أنه رئيس الدولة هو اللي يسير في البلاد، لكن حسب النظام الموجود توا الثلاثي، 3 رئاسات، أقوى سلطة في البلاد هو رئيس الحكومة. كما توا قاعدين نشوفوا في الرئيس المنصف المرزوقي في تونس، ها الرئيس عبارة على ملك، ماهوش رئيس، عبارة على ملك، كأنه عملنا النظام تاع انجلترا في تونس. موجود رئيس سوريا وكا للحاجات الخارجية وللزيارات والمصافحات والمقابلات وكا وذاك هو يطالبوا فيه. ثم ناس يقولوا له يلزمك تكون رئيس كل التونسيين، ما عنده ما يعمل، ما عندوش صلاحياته ضعيفة جدا، حتى صلحوها تبقى ديما ضعيفة. الأساس هو رئيس الحكومة، هذه أول حاجة. ثاني حاجة المجلس التأسيسي اللي من بعد باش يولي مجلس نواب شريك في الحكم، هو شرع القوانين وفي نفس الوقت يسهر على تنفيذها مع الحكومة ويخلي الحكومة تنفذها ولا لا. شنو باش يعمل المهدي جمعة اللي جابوه؟ المهدي جمعة والمجموعة نتاعو تم تعيينها. ثم 4 دول أثرت في الموضوع هذا: الولايات المتحدة، انجلترا، ألمانيا، تركيا، فرنسا. ما فماش هذا حوار وطني من غير ما تكذبوا على الشعب. يطلع مصطفى بن جعفر ويقول احنا في الجمهورية الثانية، ماكش في الجمهورية الثانية. يقول الجمهورية الثانية لما تسقط الجمهورية الأولى وتطلع وجوه جديدة ويطلع نظام جديد في البلاد وتصفى البلاد وتصير العدالة، وقتها تقول ثم جمهورية ثانية. أما تو ثم حتى جمهورية ثانية، ثم انقلاب على الحكم، نوعية من الانقلاب على الحكم. أما النظام السابق مازال متواصل حتى في 3 رئاسات، حتى في 3 رئاسات. والديكتاتورية ما تحاتش من تونس، توزعت على 3 رئاسات. الديكتاتورية توزعت على 3 رئاسات. كيفاش توزعت؟ لأن ما دام وزير يعين الوالي ويعين المعتمد ويعين العمدة ويعينوا الأعضاء في الحكومة ويعينوا المديرين، تبقى ديما الديكتاتورية. علاش؟ لأنه باش يعين الناس اللي هو يعرفهم، وهي الناس اللي هم منتمين للحزب نتاعو. هذه واضح، من غير يعني ما نعملوا دمغجة وبروباغندا فارغة للشعب ونموهوا عليه وكذا. واحد يلزم الشعب يفيق، يعرف شنو قاعد يصير فيها البلاد هذه. هذا فيما يخص حكاية الديمقراطية. الحرية أنها هي أساس الديمقراطية. ما تنجمش تكون ديمقراطية من غير ما ثم حرية. ثم حرية الفكر، حرية التعبير، حرية الاختيار. احنا شفنا في موضوع بسيط جدا، شفنا الصحفي بن غربية شنو هو اللي وقع له. جاب معاه فكاهي اللي هو لطفي العبدلي، ونقد الرئيس المرزوقي نقد لاذع. بعد جمعة لعبت له لعبة وخرجوه من خدمته. يعني ما كانش سجن ولا ما كانش يعني كان إقصاء، كان إقصاء بطريقة ذكية، يعني بلعبة ما بين الجماعة أقصوه. بالنسبة للي صار مع لطفي العبدلي، هو حرية تعبير المرزوقي ولا أي وزير، شخصية عمومية ينجم ينتقدوا أي إنسان، والنقد يكون بالسخرية، يكون بالكتابة، يكون بقلبوسة، يكون باللي يحب هو، ما تنجمش توقفه. هذيك حرية التعبير، وهذاك رأي. المفيد أنه ما يسبوش وما يثلبوش، هكا هو ما تسبوش، ما تجبدلوش عائلته، أما الباقي الكل يصبح مباح. أفعاله، أقواله، تصرفاته، مشيته، قذرته،
كيفاش يتفرج، كيفاش يتكلم، كيفاش يحكي، الكل ينقدوه فيه، وهذاك جايز صحافي ولا فكاهي ولا اي واحد. ثم خطوط تتسمى خطوط حمراء لما اذا كان باش تسب ولا باش تثب ولا باش تجبد له يعني اصول ولا حاجه من النوع هذاك هاو. اما الباقي الكل يصبح مباح، وزير ولا رئيس دوله وما يلزمش زاد يغضب ولا يتغش، يلزمو يقبل، لانه هو قابل انه يلعب باللعبه السياسيه، هذيك السياسه. باش نتكلم على المجلس التأسيسي اللي يقولوا كتب الدستور. المجلس التأسيسي ما كتب شيء، لأنه في الآخر كانت عركة بين النواب، في الآخر صار الأفكار بتاع الأحزاب الكلها تحطت في الدستور هذا. تحطت تونس دولة مسلمة وعربية ودينها الإسلام، مزيغ يستعمل، يحب يدرس باللغة الأمازيغية استعمل، قل له لا، هذه حرية فردية، يحب يرجعها اللغة الأمازيغية، يحب يتعلمها من جديد ويحب ينشرها، شنو تعمل؟ قل له لا. ماذا بينا يجاوبوا، اطلع اللي عنده ما يحكي في الموضوع هذا يتكلم، خلي تتوضح الأمور، خلي الشعب يعرف. الأخطاء بتاع الدستور كبيرة ياسر، صحيح ثم صار يعني خرجوا من المشكل متاع ما همش متفاهمين ومشاكل ما بيناتهم الأحزاب ورؤساء الأحزاب وكذا، لكن مازال المشكل قايم بعد في التنفيذ. هل القانون هذا ولا هل القرار هذا دستوري ولا غير دستوري؟ هذا تقبل ولا ما تقبلوش؟ مازال ما عندناش حتى محكمة دستورية باش تنجم تفض في المشاكل هذه. والمحكمة الدستورية باش تكون أمام يعني وضع شائك، يعني باش نخلقوا مشاكل للمستقبل، يبوب للفوضى. باش نكونوا صريحين، يعني صريحين العبارة، قلت له معناها خطوة لكن منقوصة لأنه باش يؤدي من بعد للفوضى، باش تصير برشا مشاكل من بعد. كيفاش تم الاختيار متاع النواب؟ احنا مش نحبوا نرجعوا للوراء، اما باش الناس تعرف النواب اللي هما في المجلس التأسيسي إلى حد يومنا هذا وما زالوا يعني أنهم كتبوا الدستور وما زالوا متواصلين، فهمت؟ حسب خارطة الطريق اللي معمولة من مجموعة الحوار الوطني ونعرف شنو. الناس هذوما ما تمش اختيارهم بصفة شعبية، راه باش نكونوا واضحين. صحيح ثم انتخابات، اجا انت يا فلان، هما الأحزاب كلها أغلبيتها جدد، فهمت؟ ثم 3 ولا 4 أحزاب اللي هما قدم، اجا انت يحطوك رئيس قائمه، تحبش تجي رئيس قائمه، تحبش تجي رئيس قائمه، هاي حط اسمك برا، رشح روحك، هاك اصبح نايب في المجلس التأسيسي باش يكتب الدستور. علاش؟ فاهم ناس ماهوش فاهم حتى وضعيته، علاش هو غادي يعرف يقبض في شهريه وكهو يعني موجود معاك. ثم ناس اللي فاهمين شويه وثم ناس الواقع، كلنا نعرفوا الوضع شنو، فهمت؟ ما كانش ثم منافسة، هذا رئيس قائمة وهذا رئيس قائمة، هذا في المنطقة هذه وهذا في المنطقة هذه، فهو منافسة شعبية ما بيناتهم. أنت ايش تحب وأنت ايش تحب، وش باش تقدم لي أنا كمواطن تونسي من الشعب التونسي؟ شنو باش تعمل لي أنت في هذا الدستور هذا؟ ايش باش تكتب؟ ايش باش تطلع؟ فهمت؟ ثم ناس وقع لهم خلط ما بين مجلس نواب كيما كان في الزمان الفارط وما بين مجلس تأسيسي يكتب في دستور، وقع لهم خلط في مخافة نظرا معناها لعدم الاطلاع وعدم الخبره السياسيه وبرشا اشياء. هذه حاجه الثانيه، مازال الايمان بالشخص، الشخص في تونس مازال اي شخص عنده سلطه نولوا قريب نألهوه. هذاك منين تجي الديكتاتوريه؟ كيفاش تجي الديكتاتوريه؟ قريب نألهوه اللي يولي يغلط في روحه. هو فرعون كيفاش تفرعن على الناس؟ هو تفرعن عليهم بالقوه نتاعو كيما هكا، خلى الشعب ينبطح حتى لين نهار من نهارات لا اقل ما انا ربكم فاعبدوني. يعني ديكتاتوريه مطلقه تماما حتى ربي الغاه. هذا كيفاش تفرعن فرعون؟ هذا كيفاش يجي الديكتاتور؟
اكل البوس نتاع اليدين، وكا زغريت نتاع النساء، وكا الجري، وكا هاو سي فلان وسي فلتان وكذا، هذاك الكل هذاك رمز التخلف، هذاك رمز التخلف. جا باش يخدمك، انت اخترته باش يخدمك، انت يا شعب راك اخترته هو باش يخدمك، انت انتدبته للعمل لفايدتك، اذا ما يعمل شيء غدوه تقول له اخرج من البلاصه. وصار الضغط على المجلس التأسيسي ضغط شعبي كبير، وكان يطالب بحل المجلس التأسيسي وحل الحكومة وقت العراية، لكن من بعد صارت يعني حديث مفاوضات في الكواليس وكل، وطلع السبسي ولم الجماعة اللي كانت معارضة الكل تحته وكذا، ولا هو معناها المحاور نتاع رئيس حزب النهضة، وتفتت الأمور عليهم وأنقذهم. نجم نقولوا السبسي أنقذ حزب النهضة في وقت ما، أنقذهم من السقوط، كان باش يكون سقوط زاد في الوقت ذاك. هذه كلها أحداث مرت بها تونس، وما زالت الأحداث كثيرة. اختيار النظام السياسي في تونس اللي تم اختياره ب3 رئاسات ماهوش اختيار شعبي، اختيار حزبي، مش شعبي. حزب اقترح انه باش يعمل 3 رئاسات، شخص اقترح 3 رئاسات باش ينحي الدكتاتورية. ولا عندنا ملك نصرفوا عليه من مالية الشعب ما يعمل في شيء، صلاحياته محدودة، وعندنا حكومة عندها ميزانية، وعندنا مجلس عنده ميزانية، 3 ميزانيات من اللي كانت واحدة. وفي المستقبل الشعب باش يختار ملك مش رئيس، نفس الشيء باش نرجعوا. يلزم يكون ثم نظام رئاسي، ثم قانون هو اللي يحكم، مش أشخاص، مش أفراد. من ألهوش الشخص أو الفرد، راهو بشر كيفه، وزير ولا رئيس دولة ما يفوتك كان بالسلطة والمسؤولية ولا مستواه الثقافي، هذاك باش يفوت. أما من ناحية إنسان كيفه راهو بشر كيفه، ما ينجم يعمل حتى شيء بلاش الشعب، شيء ما ينجم يعمل. إذا الشعب ما يسندوش وما يعطيش الثقة ما ينجم يعمل شيء ما ينجم يعمل، مهما كان اسمه، مهما كانت سيفته، مهما كانت ثقافته، مهما كانت مستواه العلمي. ما ثماش ثقة من عند الشعب، ما ثماش دعم من عند الشعب، ما ثماش إسناد من عند الشعب، كيف فرق يعمل شيء؟ يلزم الشعب يقول كلمته في النظام السياسي اللي تم اختياره للبلاد، مش الأحزاب، الشعب. يلزم يقع استفتاء للشعب حول 3 رئاسات، الشعب يقبل النظام هذا ولا ما يقبلوش. ما عادش الشعب راهو يتساق كما قطيع غنم، افرض عليه اللي تحب، ما عادش. الشعب التونسي واعي ويعرف ويفهم وعنده الحق في المشاركة في الحكم، السلطة في يده هو. لأن الثورة كما صارت من الأول اللي تم طلمس عليها وانتهت، ما عادش ثورة في تونس، انتهت. ما عادش نحكيو على ثورة في تونس، اللي يحكي على ثورة في تونس غلط. فماش ثورة في تونس، انتهى أمرها الثورة. اللي حكاوا على الثورة واللي شدوا في صحيح في الثورة اتقتلوا الله يرحمه. شكري بالعيد الله يرحمه، الحاج البراهمي الله يرحمه، وسي طارق المكي الله يرحمه. هذم كانوا يعتقدوا أنها ثم ثورة في تونس، وكانوا يتصوروا هذاك علاش تقتلوا ال3، لأنهم يتصوروا أنها ثورة في تونس، وأنهم باش يبدلوا تونس ويغيروا وجه تونس وتصير ديمقراطية صحيحة في تونس. هذا جانب آخر حبيت نحكي عليه، واحد من الأسباب اللي تم قتل 3 رجال هذوما في تونس، اغتيالات سياسية. وإن كان المرحوم طارق المكي أنهم يقولوا سكتة قلبية، وممكن ياسر مشكوك فيها السكتة القلبية نتاعو، الله يرحمه.
وقلت لكم أن النهضة سلمت الحكومة، ما خرجش من الحكم. ثم برشا غالطين في بالهم أن النهضة خرجت من الحكم. لا، النهضة موجودة في الحكم ومشاركة في الحكم وعندها دور أساسي في الحكم، لكن سلمت في الحكومة. سلمت في الحكومة لأسباب قلت عليها من الأول أنها اقتصادية بحتة، لأن عرفوا أن اقتصاد تونس انهار، يعني أصبح يعني على شعرة من الانهيار التام، فأنقذوا الموقف. وراشد الغنوشي كان ذكي وعرف في الوقت المناسب أنه ينسحب من الحكومة مش من الحكم، أما بقى في الحكم وأنقذ النهضة. أنقذ النهضة من السقوط التام، أنقذها باش النهضة تتواصل في الحكم. وأصبح المواطن في تونس والشعب التونسي يشوف في زوز قوى فقط، زوز قوى سياسية في تونس يتقاسموا في الأدوار، نداء تونس والنهضة. نعطيكم مثلا فكرة، قال الباجي قائد السبسي البرنامج الاقتصادي نتاع حزبه حضروه 200 خبير. 200 خبير، يا ال 200 خبير وين كانوا ذو؟ واش بهم ما نقضوش البلاد قبل يا ولدي؟ كي عندك 200 خبير وحضروا لك برنامج اقتصادي لتونس وانت تحب تونس وتحب تخدم البلاد وتحب تخدم هالشعب وتحب تنقذها، كي علاش ما تبرعوش هال 200 خبير من قبل ونقذوا هالاقتصاد اللي طايح؟ ما هو ذاك سبب الثوره اهو. ما راه مش المذاهب ولا الاتجاهات السياسيه اللي جابت الثوره لتونس، راهو الاقتصاد والفقر والبطاله والميزيريا والهم اللي طاح فيها الشعب التونسي اكثر من شطر الشعب التونسي. وزيد لحق لهم توا الطبقه اللي كانت متوسطه، فاهم، ناس هبطوا لمستوى الفقر. ثم 200 خبير اقتصادي وقادرين باش يصلحوا الوضع الاقتصادي، علاش ما تطوعوش ويصلحوا الوضع الاقتصادي نتاع بلادهم؟ كي هما قادرين ويحبوا يقدموا للوطن، مش يقدموا لنداء تونس، لحزب تونس، لحزب نداء تونس، قدم لتونس، قدم لبلاد، قدم لشعبه، قدم لهم عمل. هذه الوطنيه، ما يحكوا على الوطنيه، يحكوا على الوطنيه. الوطنيه انه الناس هذوما اللي هما عندهم برنامج ينقذوا به البلاد ينقذوه في اي وقت كان. ما يهمناش في شكون يحكم، يهمنا البلاد تنجح والدوله تتواصل، اللي قاعده تطيح وتنهار. وعندنا موضوع كبير اللي توا يعني تنشر في تونس، هو موضوع الارهاب. الارهاب اللي يخوفوا به في الشعب، الارهاب. علاش يخوفوا به في الشعب؟ لان تمهيد وتحضير للدكتاتوريه المستقبليه اللي باش تجي منه هكا، لان باش نرجعوا للقمع البوليسي كما كان في العهد السابق بالضبط. هذا التمهيد اللي قاعد يصير. صحيح ثم ارهاب، لكن ثم ناس اللي جابته لتونس. شكون اللي جاب؟ ثم سياسيين وراء الارهاب، ثم امنيين وممسخين وراء الارهاب، وثم رجال اعمال ممسخين وراء الارهاب. هذا موجود في تونس. والامنيين الشرفاء والنظاف واللي عندهم معلومات يعرفوه ويعرفوا الشيء هذا، لكن مش مخلينهم يخدموا. هذه هي المشكلة، هذا أساس المشكل في تونس. الإرهاب جابوه وكل واحد عنده طرف فيه، عنده فيه ضلع، كل واحد عنده فيه ضلع. نرجعوا احنا للتصريحات نتاع السياسيين ونتاع المسؤولين في الحكومة والمشاكل اللي صارت ما بين مصر وما بين سوريا وتونس وما بين الإمارات وتونس وما بين بعض دول أخرى، وأجوار وتصريحات غير مسؤولة من رئيس دولة. بالطبيعة باش تجيب لك مشاكل، باش تجيب لك مشاكل.
سواء كانت سياسية أو غير سياسية، وداخل فيها إجرام، ثم جرائم، ثم مجرمين دخلوا في الموضوع هذا، ويحبوا البلاد تبقى بالطريقة هذيك لأن يساعدهم فيها، لأن داخل فيها التهريب، تهريب أسلحة، تهريب عملة، تهريب بضاعة، من جميع أنواع، من جميع أنواع، كل شيء موجود، كل شيء موجود فيها تونس تو. الشيء اللي خلى وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية يهبط لتونس بدون استئذان، سيادتكم، وانا وكل يتكلموا على السيادة ها؟ واللي يتكلموا على السيادة، أنا عايش في الولايات المتحدة الأمريكية ونتكلم منها. أنا كتونسي ما نسمحش لوزير خارجية يهبط بدون استئذان في بلاد، بصراحة. علاش؟ لأنه أولا كان متخوفين اللي تونس ولت معناها حالتها وضعها الأمني يعني يخوف، معاه ما يحبش يعلم اللي هو جاي، هذه من ناحية، ومن ناحية ثانية قلة احترام للحكومة وللدولة التونسية. جاوبوا، اطلعوا جاوبوا، اطلعوا جاوبوا. ما عادش نتكلموا على العدالة الانتقالية باش توصلنا للديمقراطية وما نعرف شنو. طلع هكا واحد قال اللي عنده مشكلة محاسبة فرادى، كل واحد إذا كان عندك مشكلة برا اشكي على نفسك مع حد. العملية اللي صارت كلها في تونس ما بين الدستور وما بين الكتاب وما بين هالفرحة وما نعرف شنو وبروباغندا طالعة، رجعنا البروباغندا بتاع العهد البايد بتاع النظام السابق، فهمت؟ نفس الحكاية، فهمت؟ ونعرف شنو وكذا باش هانا كتبنا الدستور، لا العمل الساعة قبل كل شيء، كان نوصلوا للنتيجة ونشوفوا شنو بعدها. ثم نقطة هامة حبيت نزيد نعرج عليها، أنه ثم ناس يحكوا على الائتمان السيادي للديون نتاع تونس. أولا تونس طلبت باش تخرج من موضوع الائتمان السيادي. علاش؟ الائتمان السيادي هو باش نبسطوها، باش تبدا الشعب يفهمها شنو هو الائتمان السيادي هذا. كيما تقول انت مواطن يمشي يطلب قرض من بنكه، يقولوا له انت تخدم ولا لا، شنو هو منتوجك، شنو هو مدخولك كذا، باش نجموا نعطوك قداش نجموا نعطوك قرض، وبالنسبه الربح نتاعنا باش تكون كذا. هذا معناها امور بسيطه نبسطوها، كيما استاذ الرياضيات وقت اللي بسط التلامذه نتاعو باش يلقاو الحل. ثم عمليه يسموها التبسيط في الرياضيات في الحساب، فهمت؟ خلي الشعب يفهم هذا الائتمان السيادي شنو. ثم منظمات غير دوليه زاده، ماهيش معناها دوليه واحد، منظمات يقولوا راي البلاد هذه انتاجها والعمل نتاعها وقاعد يوخر وما عادش عندها مصداقيه انها ربما تخلص ديونها في الوقت. هذاك شنو معناها؟ موش راهو باش يعملوا لنا منها زوبعه وحاجه كبيره. لكن الاهم اللي ما تكلم عليه حد، الاهم اللي هو ضمان الولايات المتحدة الأمريكية في الديون التونسية. هذا الأهم، يلزم نعرفوا الضمان مقابل ايش. والكلنا نعرفوا أن رئيس الحكومة التونسية المؤقتة المهدي جمعة، اللي في الأساس مهمته الرئيسية والأساسية الخروج بتونس من الأزمة الحالية والوصول إلى انتخابات نزيهة وشفافة. هذه مهمته الرئيسية، ما هيش مهمته العقود والالتزامات متاع الدولة وتكبيل الدولة بالديون للمستقبل للحكومات اللي بتجي في المستقبل. مهمته الرئيسية هو الأمن والاستقرار الاقتصادي والأمني والاجتماعي في البلاد، ثم الانتخابات الرئاسية والنيابية بنزاهة وبكل حرية. هذا مهمته الرئيسية، هذه مهمته الرئيسية، ماهوش العقود وجلب استثمارات والتنمية في الجهات المحرومة. ما ينجمش، ماهوش في 9 أشهر ولا في ظرف عام باش ينجم يعمل هالأمور هذه كلها باش يحطها فهمت في
في اطار الدوله. لو يبدا المهدي جمعه مش هاو فما شكون طلع قال ينجم يسير جي اي في الولايات المتحده من اكبر الشركات. جي اي سهل تسيير ماهيش صعيبه، راهو مش تونس. جي اي ما تتقارنش بالدوله. جي اي عندها مديرينها وعندها اداراتها وسي او الرئيس المدير العام نتاعها راهو ما عنده حتى شيء. يعني الناس اللي تحته هي اللي تسير وهو يمضي وكهو، يمضي عقود، يمضي اتفاقيات، يشوف يطلع كهو، ما يسيرش راهو. اما هذه حكومه، رئيس الحكومه يلزم يكون هو مطلع ويعرف الماليه العموميه، الميزانيه نتاع الدوله كيفاش تتصرف من الفها الى ياءها. هذه المهمه الرئيسيه نتاع رئيس الحكومه. ويعرف الانجازات في كل وزاره، ويعرف المطلوب في كل وزاره، ويعرف كيفاش ينسق ما بين الوزارات الكل، ويعرف كيفاش يحافظ على امن البلاد واستقرارها، ويعرف كيفاش يحافظ على اقتصاد البلاد وينميه. هذه المهمه الرئيسيه نتاعو. شكون واضحين. ويلزمك الدربكه، ويلزم التبندير، ويلزم الكذب، ويلزم النفاق على الشعب. خلي الناس تعرف الحقائق، وخاطبوا الشعب بلغته، باللغه اللي يفهمها. احسن يلزم الدمغه. لانه الشعب التونسي اللي ما يعرفوش هو شعب صبور جدا، وراهو قام بعده ثورات في التاريخ. ما يقوم بالثوره كان كيف يتضام الشعب التونسي، كي يوصل للحد، يعني وين الابره توصل للعظم راهو الشعب يثور، راهو ما يسكتش. هذه ميزه من ميزات الشعب التونسي. راهو مختلف على الليبيين، ومختلف على المصريين، ومختلف على الخليجيين. هاو باش نقولوها باش يعرفوا راهو التونسي ماهوش كيما الشرقي. التونسي راهو يبقى ديما تونسي. هذا. والجهات المهمشه والمفقره ما زالت مهمشه ومفقره كما العاده، ما تبدل شيء. خط الفقر يبدا من الشمال من تسكرايه في حدود بنزرت، وهو هابط خط كامل ويمشي على جومين وعلى ماطر وعلى سجنان وعلى المناطق هذيك كلها ونفسه، ويهبط للوسط الغربي، للشمال الغربي، للجنوب الغربي، حتى لشيرة ذهيبه وبن قردان وشطر قابس ومدنين. هذه المناطق المهمشه معروفه. لأن منتوج تونس يوفى شمال القيروان، تحت القيروان ما ثم شيء. تونس صحراء، ثم شويه بترول وفوسفات. هذا امور معناها بديهيه. اي تونسي عنده شويه ثقافه وعنده شويه معرفه بالجغرافيا يعرف تونس. هذيك تونس. وراهي تونس نعاودوا مرة أخرى نعاودها، راهي تبدأ من بنزرت توفى في برج الخضراء، وراهي تبدأ من سوسة توفى في الكاف وتوفى في قفصة، وتبدأ من قابس وتوفى في توزر وفي رجيم معتوب، شمالا شرقا جنوبا غربا. هذه تونس. راهي تونس ماهيش ضواحي العاصمة أو تونس الكبرى أو المدن الكبرى الساحلية. راهي تونس كاملة فيها 10 ملايين ساكن، والمناطق اللي بقت فقيرة وبقت مهمشة لأسباب سياسية عديدة، والجهاويات ما زالت موجودة، حتى واحد ما ينكرها، وحتى واحد ما ينجم يكذب على الشعب. والولاءات ما زالت موجودة. هذا كلام يلزم الناس كل تعرفه والشعب يعرفه. والتجارة محتكرة في يد مجموعات معينة، بما فيهم مجموعات كانت في الحوار الوطني خوفا على مصالحهم وخوفا على الامتيازات اللي كانوا يتمتعوا بها. هذاك علاش دخلوا له الحوار الوطني، باش نكونوا واضحين.
حبيت نوضح أنه العملية كلها كانت هروب من الكارثة الاقتصادية اللي كانت باش تهبط على تونس في شهر فيفري، وأن الدستور يعني تم التسرع فيه بطريقة يعني اعتباطية أو عشوائية. حط فيه اللي يجي وخلي يخرج هالدستور هذا، وخلينا نعملوا هالحكومة هذه حكومة تكنوقراط، ما يسمى بحكومة تكنوقراط، معناها ناس فنيين وعندهم خبرة في ميدان التسيير شوية، لكن راهو الشهادة العلمية بدون خبرة غير كافية. نجم تكون عندك دكتوراه في الاقتصاد لكن ما تعرفش كيفاش الاقتصاد يصير، بصراحة موجود هذا. نجم كيما الرئيس المرزوقي كطبيب، يعني طبيب في ميدانه وعنده ما يقول، ينجم يقري طب، ينجم يخدم طب، لكن في الرئاسة طلع ما ينجمش، خاطيته الرئاسة باب بالكشف، يعني أغلاط فاتحة، ما يشتع رئيس دولة، أغلاط كبيرة صار من تصريحات، من أعمال، من أفعال، من كل شيء، من تصرفات كلها بصراحة تامة. مش نقد ليه ولا شيء، أما هذا الواقع، هذا الواقع. والإنسان لما يعترف يعني بالنقص متاعه أو بالفشل متاعه في شيء راهو ماهوش عيب، عمره ما كان عيب. هذه قوة الدول المتقدمة علينا، أنه إنسان لما يفشل في حاجة ما يخبيهاش، يطلع ويقول صحيح راه ولا غلط، فشلت فيها، كنت نجم نعمل هكا ولا عملت الغلطة الفلانية، يراجع نفسه. فهمت؟ احنا ديما مازال عندنا الشخص مازال مقدس، الشخصية المسؤولة مازالت مقدسة، مازال ما توصلهاش النقد، وما نلزمش نتكلموا عليها، وما نلزمش نناقشوها، وما نلزمش نحكوا معاها، وديما سيدي لا، سي فلان اذا غلطت قولوا راك غلط بصراحة، ونوروه الغلطة نتاعو. هذيك الديمقراطية، هذيك اللي نحبوا نوصلوا لها. إذا ما نوصلوش للشيء هذا ما ثماش ديمقراطية في تونس، وما ثماش حرية في تونس، ما ثماش. يعني بعض نقاط هكا حبيت نوضحها باش الشعب التونسي يفهم. والانتخابات القادمة الشعب التونسي يلزم يعرف شكون يختار من نوابه ومن مسؤوليه ومن رئيسه. وفي البلديات، الانتخابات البلدية نفس الشيء، اللي ماهوش باش يقدم الإضافة، اللي ماهوش باش يثني ركبته ويخدم البلاد ويخدم الشعب، ما تنخبولوش بصراحة، ما تنخبولوش. نخب للي يتكلم عليك واللي باش ينفعك وباش ينفع البلاد وينفع الشعب، هذاك اللي تنخب له في بلدية ولا في مجلس ولا في رئاسة ولا في أي مكان كان. وبصراحة تامة، مادام ما وصلناش الوالي ننتخبوه، والمعتمد ننتخبوه، والعمدة ننتخبوه، ورئيس منطقة الحرس ننتخبوه ما بين الضباط اللي هم موجودين في المنطقة ومن أبناء المنطقة، ورئيس منطقة الأمن ننتخبوه، ما نوصلوش للديمقراطية. يلزم يتم الانتخاب وتشريك الشعب في اختيار المسؤولين متاعه في القرارات متاعه. هذه الديمقراطية. الشعب تصبح عنده السلطة، الشعب عنده الاختيار. 5 سنوات ما صلحتش بينا المرة هذه، ما نعاودولكش المرة الجاية. تصلح نعاودولك، تفيدنا نعاودولك، يستقر الأمن مع رئيس منطقة الأمن نعاودولك. وهكا كيفاش يتنحى الفساد، هكا كيفاش نجموا نقضوا عليه الفساد من جذوره، باش اللي يخمم أنه يدخل في مجال ما يعرف أنه الانتخابات القادمة يخرج من الطرح، يمشي يواصل العمل متاعه في إدارته، يعني يشتغل كيما الموظفين الكل. أما المسؤولية عندها قيمة وتكليف، مش تشريف. مش باش نكلفوه باش يصبح مسؤول باش يقولوا له سي فلان ويعمل اللي يحب، لا، لأنه باش يفيد المنطقة، باش يفيد
الشعب في المكان اللي انتخبه. لأن العمدة اللي ماهوش من المنطقة ما يعرفهاش. ما تنجمش تجيب عمدة من غمراسن في تطاوين وتحطوا عمدة في دشرة نبر في الكاف. ما تنجمش، لأنه ما يعرفش أبناء الجهة. نفس الشيء للمعتمد، نفس الشيء للوالي، نفس الشيء لرئيس منطقة الحرس، نفس الشيء لرئيس منطقة الشرطة. كيف يلزم ثم انتخابات تصير كيما البلدية، نفس الشيء كيما الانتخابات البلدية. هذا باش نوصلوا في يوم ما نقضيوا على الفساد ويولي كل واحد ياخذ حقه، كل مواطن ياخذ حقه. وهكا كيفاش باش نجموا نتحاكموا في توزيع الثروة في البلاد ونقضيوا على الجهويات، لأن مازالت الجهويات موجودة، والأدهى والأمر حتى القبلية مازالت موجودة راهي في تونس. حتى القبلية مازالت، راهو ما تقضاش عليها تماما في وقت بورقيبة، مازالت موجودة حتى القبلية. ثم مازالت النعرة القبلية موجودة. هذه أشياء لازمها تتحارب كيما الإرهاب. كيف يعني يلزم نقضوا على الفساد، نقضوا على الجهوية. وكفكرة عندك شكون تحب على قرض عندك شكون، تحب على رخص التوريد عندك شكون، تحب على عمل ما عندك شكون. هذا الكل يلزم يتنحى من البلاد. هذا الفساد. هذا منين يجي الفساد؟ ماهوش كان رئيس الدولة اللي كان موجود هو راهو الاتهامات الكل وجوال وهو لا. الفساد ينخر في البلاد من أقل مستوى إلى أعلى مستوى، وراهو ماهوش مرتهن بعون الأمن هذاك اللي طلعوا يقولوا هو خموس وعاشور ويحب على خموس وعاشور ويقف في الطريق وياخذ في 5000 وفي 10000. راهو عون الأمن لأنه شاف المسؤولين الأكثر منه ياخذوا في مليارات، وهو شهريته ما تكفيش باش يعيش مرته وولاد، وما تكفيش باش يخلص الكراء ويخلص فاتورة الماء والضوء. هذيك المشكلة وين؟ هذه نقاط حبيت نوضحها للشعب التونسي باش التوانسة الكل يعرفوا علاش قادمين، ونعرفوا أنه القضاء على الديكتاتورية والقضاء على الفساد والقضاء على الإرهاب راهو كان بالمواطن، بالشعب، مش بالقمع ومش بالقوة. الشعب لما يكون واعي ما عادش وعارف حتى بطال وما عندوش مدخول. دور كبير. السلام عليكم ورحمة الله.